يلا نعملوا مع بعضنا عشاء ولا فطور في أقل من 30 دقيقة والبنة كالعادة مضمونة. تبعوا معايا الطريقة للآخر. أول حاجة قليت البصل في شوية زيت، زدتهم صدر دجاج مقصوص ومفوح بالقارص وخليته يتقلى مع البصل. من بعد فوحته ملح فلفل أكحل إكليل زنجبيل كركم فلفل أحمر ثوم بودر، خلطتهم مليح مع الدجاج وزدته من بعد فلفل ألوان ومغرفة موش معبية طماطم معجونة وخليته يطيب مدة 10 دقايق تقريبا. في نفس الوقت سمطت بطاطا وسقطرتها، رفستها وزدتها فخوماج تريونغل وفخوماج كريمو، ملح وفلفل أكحل، وكملت خلطتهم بالباهي. وهذه صوص الدجاج ما شاء الله وقفت على زيتها وكالريحة البنينة نودكم وما نشهيكم. خذيت أطبقة متاع فور صغار وبديت في تشكيل الكراتان متاعي. حطيت الطبقة الأولى البطاطا اللي حضرتها، فوقها صوص الدجاج وزينت من الفوق بجبن شرائح وجبن موتزاريلا وحطيتها تتحمر في فور مسخن بالمسبق على 200 درجة مدة 10 دقائق تقريبا لين يذوب كجبن ويكون كراتيني من الفوق. وما شاء الله بنة كبيرة اي سورتو من اسهل ما تنجموا تحضروا. ان شاء الله وصفتنا لليوم تكون عجبتكم وان شاء الله تجربوها. نتقابلوا ان شاء الله في الوصفة الجاية وصحة بالشفاء ليكم.